البداية اللي غيرت حياتي. أنا مريم، عندي 28 سنة، معلمة في حضانة أطفال، متجوزة من أحمد، وعندنا طفلين، كريم عنده 6 سنين، وياسمين عندها 4 سنين. حياتنا كانت بسيطة جدا، ما فيهاش رفاهية ولا مشاكل كبيرة. شقة إيجار في برج سكني في المعادي، دار متوسط، جيران عاديين، صباح شغل ومساء بيت، وأيام بتعدي زي بعضها. أحمد كان شغال مهندس في شركة مقاولات، شغله متعب بس بيحب شغله. وأنا كانت بروح الحضانة الصبح وأرجع الظهر، أستلم الأولاد، أعمل أكل، نضحك، ننام. كنا مستورين، مش أغنياء، بس الحمد لله ما كنتش حاسة إني ناقصني حاجة. اليوم اللي كل حاجة اتغيرت فيه كان يوم عادي جدا. أحمد خرج الصبح زي كل يوم، باسني وقال لي هستناك نتعشى سوا. الساعة عدت 7، 7:30، 8 إلا ربع. كانت محضرة الأكل، والأولاد قعدوا مستنيين باباهم. فجأة التليفون رن، رقم غريب. رديت وأنا مطمنة. صوت راجل قال لي بهدوء رسمي: حضرتك زوجة المهندس أحمد؟ قلت له أيوه. قال لي: أنا من المستشفى، زوجك أتعرض لحادثة موتوسيكل وهو دلوقتي في العناية المركزة. الكلام دخل وداني وخرج من الناحية التاني. حسيت إن الأرض بتميل. سألت: هو كويس؟ ما ردش على السؤال. قال لي: حضرتك لازم تيجي فورا. قفلت التليفون وأنا مش شايفة قدامي. الأولاد كانوا واقفين قدامي. كريم سألني: ماما بابا أتأخر ليه؟ ما عرفتش أرد. لبستهم بسرعة. خبطت على جارتي أم خالد. سيبت الأولاد عندها وأنا برجف، ونزلت جري. في المستشفى راحة المطهرات، صوت الأجهزة، ناس بتعيط، ناس مستنية. سألت عن أحمد. دخلوني عند دكتور. قال لي بكل هدوء قاتل إن أحمد حالته حرجة جدا، عنده كسور في العمود الفقري وإصابات داخلية، ومحتاج عملية فورية خلال 24 ساعة. العملية تكلفتها 50,000 جنيه، ولو ما تعملتش في الوقت ده ممكن يحصل شلل دائم أو يفقد حياته. سألته عن التأمين. قال لي التأمين بتاع الشركة هيغطي 20,000 بس، يعني محتاجين 30,000 جنيه فورا. فورا دي كانت كلمة ثقيلة. حسيت إن قلبي وقع. أنا عمري ما شفت المبلغ ده مجتمع. طلعت بره وقعدت على كرسي في الممر. مسكت التليفون وكلمت بابا. صوته كان مكسور وهو بيقول لي يقدر يداني 10,000 بالعافية. أخواتي في الجامعة. كلمت أم أحمد. قالت لي وهي بتعيط إنه مش معاهم حاجة، وأخوه لسهم متجوز. جربت البنك. قالوا للإجراءات أسبوع. أسبوع يعني أحمد يضيع. قعدت بص في الحيطان. فكرت في الشقة، إيجار، العربية، أقساط، ذهبي كله، حتى لو بعته مش هيجي بغير 5,000. حسيت إني أتحاصرت. أنا ست، زوجة، وكل الأبواب اتقفلت. كانت قاعدة بعيط بصوت واطي، دموعي بتنزل من غير ما أحس. لما سمعت صوت هادي بيقول: حضرتك مريم؟ رفعت عيني لقيت راجل واقف قدامي، لابس بدلة شيك، نظارة طبية، شكله محترم. قال لي: أنا الدكتور وليد، جارك من الدور اللي فوقكم. شفتك امبارح وأنتي نازلة جري من العمارة، وحسيت إن في حاجة غلط. دلوقتي سمعت عن جوزك. ما كنتش قادرة أتكلم. حكيت له كل حاجة وأنا بعيد. سكت شوي، وبعدين قال لي إنه جراح عظام، وعنده علاقات كويسة في المستشفى دي، وهو يكلم الجراح اللي هيعمل العملية. وبعدها قال الجملة اللي غيرت مسار حياتي: والمبلغ اللي ناقص أنا ممكن أساعدك فيه. حسيت إني بتنفس بعد اختناق. قلت له: أزئي؟ قال لي: 30,000 جنيه دلوقتي، المهم نلحق أحمد. قلت له إني معلمة ومرتبي بسيط ومش عارفة هرجعهم أزئي. قال لي: ما تشغليش بالك دلوقتي، المهم العملية. فعلا أتكلم،
وسهل الإجراءات وسلمني الفلوس. العملية اتعملت في نفس الليلة. قعدت قدام باب العمليات ساعات طويلة، بدعي، أبكي، أرجع أدعي. لما الدكتور طلع وقال إن العملية نجحت، وقعت من العياط. ساعتها كانت فأكرة إن أسوأ حاجة في حياتي عدت. ما كنتش أعرف إن ده كان أول باب في حكاية أطول وأوجع بكتير. المساعدة اللي تحولت لاختباري بعد العملية أحمد فضل في العناية المركزة أسبوع كامل. أسبوع أنا ما نمتش فيه غير ساعات قليلة على كرسي المستشفى. كانت بين العناية والصلاة والبكاء. الدكتور وليد كان بيعدي كل يوم تقريبا، يطمن على أحمد، يسألني محتاجة حاجة ولا لا. ساعات كان يجيب لي أكل من بره علشان عارف إني قاعدة طول اليوم. عمره ما قال كلمة تضايقني ولا حسسني إني مديونة أو ضعيفة. بالعكس، كان دائما محترم وهادي، وبيتكلم معي كأني أخته. بعد أسبوع أحمد خرج من العناية ودخل أوضة عادية. حالته اتحسنت شوي، بس الدكتور قال إن الإصابة في العمود الفقري خطيرة، ولازم يرتاح في البيت على الأقل 3 شهور، ويبدأ علاج طبيعي بعد كده. معنى الكلام ده إن أحمد مش هيشتغل فترة طويلة، وما فيش دخل غير مرتبي أنا. رجعنا البيت. يوم ما دخلنا العمارة، لقيت الدكتور وليد واقف قدام باب شقتنا. قال لي: حمد الله على السلامة، ودخل معاه أكياس كتير أكل، خضار، فاكهة، حاجات للولاد. قلت له إن ده كتير قوي. قال لي: أنا لوحدي من بعد ما مراتي توفت، ومش محتاج حاجة، وانتوا جيراني وده أقل واجب. من اليوم ده بقي يعدي علينا كل كم يوم. يفحص أحمد، يبص على الجروح، يديله نصايح، ويطم. كان وجوده مريح. أحمد نفسه كان ممتن له جدا، وكان دايما يقول لي: الراجل ده ابن حلال وربنا بعته لنا. بس بعد شهرين تقريبا الفلوس بدأت تخلص. مرتبي بالعافية كان بيكفي الإيجار وفواتير النور والغاز. الأكل بقينا نقلل فيه. كانت بصرف على العلاج الطبيعي وعلى البيت، وكل يوم بحس إن الحملة تقيل عليا. في يوم الدكتور وليد قال لي: مريم، أنا حاسس إنك شايلة فوق طاقتك. أنا عندي اقتراح لو حائب. قلت له: يتفضل. قال لي إنه محتاج حد يطبخ له وينظف الشقة كذا مرة في الأسبوع، وإنه ممكن يديني 500 جنيه في المرة. وقال إن كده كمان نعتبرها طريقة أسدد بها الفلوس اللي أخذتها. قعدت أفكر. العرض كان منطقي، شغل شريف، وفلوس أنا محتاجاها. وافقت. بدأت أروح له 3 مرات في الأسبوع بعدما أخلص من الحضانة. أطبخ، أنظف، أرتب، وأمشي. في الأول كل حاجة كانت طبيعية ومحترمة. بعد حوالي شهر بدأ يقول لي: اقعدي شوي قبل ما تمشي، نشرب شاي، نتكلم. كلام عادي. شغلي، ولادي، حياته، شغله. بعد شوي بدأ يحكي عن مراته اللي مات، وعن وحدته، وعن إنه بقي يرجع من المستشفى على شقة فاضية. كان صوته دائما حزين، وأنا كانت بسمع. مع الوقت الكلام أتغير. بقي يمدح فيا، يقول إني ست شاطرة وأم حنونة، وإنه مرتاح وهو بيتكلم معي. كانت بحس بعدم ارتياح، بس ما كنتش قادرة أقطع الكلام فجأة. كانت محتاجة الشغل. في مرة قال لي: مريم، أنا حاسس إنك بقيتي جزء من حياتي. سكت. حاولت أغير الموضوع، لكنه بعدها قالها صريحة: أنا بحبكة. حسيت إن جسمي تجمد. قلت له فورا إن الكلام ده غلط، وأنا ست متجوزة وعندي ولاد. قال لي إنه عارف، بس شايف إن أحمد مش قادر يقوم بدوره، وإنه مستعد يتجوزني بعدما أحمد يطلقني أو لو حصل له حاجة. الكلام ده وجعني، مش علشان هو قاله، لكن علشان جزء جوايا كان خايف من الفكرة دي أصلا. مشيت من عنده وأنا منهارة. قررت ما أرجعش تاني. بعد فترة لقيته بعتلي رسائل اعتذار، وبيقول إنه غلط،
وإنه مش هيضغط عليا. تجاهلت. بعد 3 شهور أحمد احتاج عملية تانية علشان يقدر يمشي كويس. تكلفة العملية 30,000 جنيه. لما قال لي قلبي وقع تاني، رجعنا لنقطة الصفر. ما كانش عندي حل. قعدت الليل كله أفكر، وبكيت لحد ما عيني ورمت. في الآخر اتصلت بالدكتور وليد. قابلته وقلت له إني محتاجة مساعدة وإنه آخر حل. قال لي إنه مستعد، بس بشرط. الشرط إنه اديه فرصة وإننا نقعد نتكلم ونتعرف أكثر. قلت له إني مش قادرة أوعده بحاجة، لكنه قال إنه مش مستعجل. كانت عارفة إن اللي بعمله غلط، بس كانت شايفة أحمد قدامي ومستقبله ومستقبل ولادي. وافقت. أخذت الفلوس. العملية اتعملت ونجحت. ومن هنا بدأت الغلطة تكبر، وأنا ضعفت. السقوط، الفقد، والحقيقة اللي أتأخرت. بعد العملية الثانية أحمد بدأ يتحسن شوي. قدر يقف، يتحرك بمساعدة، وبدأ جلسات علاج طبيعي. البيت رجع فيه أمل، ولو بسيط. أحمد كان تعبان نفسياً، حاسس إنه تقيل علي، وأنا كانت بحاول أطمنه دائماً وأقوله إننا مع بعض، وإن ربنا مش هيضيعنا. لكن الحقيقة اللي ما كنتش بقولها لحد، إن جوايا صراع مرعب. بدأت أروح للدكتور وليد مرة في الأسبوع زي ما اتفقنا. في الأول كانت قعدة وكلام وبس. كان يسمعني، يهتم، يسأل عن يومي، عن الولاد، عن تعبي. كان بيخليني أحس إني مهمة، إني ست مش بس وممرضة لجوزها المريض. مع الوقت بدأ يقرب أكثر. مرة يمسك أيدي، مرة يحضني. كانت أقول له لا، وهو كان يقول لي أنا بحبك ومش هأجبرك على حاجة، بس محتاج تحسي بقربي. كانت ضعيفة، محتاجة الاهتمام. أحمد بعد الحادثة بقي كل تركيزه على ألمه وعلى علاجه. ما بقرش يشوفني زي الأول ولا يسمعني. وأنا كانت برجع البيت بالليل أصلي وأبكي وأقول لنفسي إني هبطل، إني غلطانة، وإن ربنا شايفني. لكن كل مرة كانت أرجع تاني. مع الوقت وقعت في الحرام. كانت بكذب على نفسي، أقول إن ده مش خيانة، وإنه هيتجوزني، وإن الظروف هي اللي وصلتني لكذا. الذنب كان بيأكلني، بس كانت بدفنه جوايا. كانت أصلي وأستغفر، وبعدين أرجع أغلط. تناقض خلاني أكره نفسي. مرت سنة. أحمد حالته مستقرة نسبياً، بس مش قادر يرجع شغله. وأنا استمريت في العلاقة الغلط، وأنا عارفة إنها نهايتها وحشة، بس كانت متمسكة بوهم الأمان. في السنة الثانية فجأة أحمد تعب. صداع شديد، دوخة، وقع على الأرض. دخل المستشفى، وقالوا جلطة في المخ بسبب مضاعفات الحادثة. قعد يومين في العناية، وأنا واقفة قدامه مش قادرة أعيط، كأني أجمجمد. اليوم التالي أحمد مات. انهار. حسيت إن قلبي أتشال من صدري. مش بس فقدت جوزي، أبو ولادي، لكن حسيت إن ربنا بيعاقبني. كل ذنب عملته عاد قدام عيني في ثانية. دفناه، ورجعت البيت فاضية، مكسورة، مذنبة. بعد شهر من الوفاة رحت للدكتور وليد. كانت فأكرة إن دلوقتي كل حاجة هتبقى حلال. قلت له أحمد مات، وأن توعدتني بالجواز. بص لي بهدوء غريب وقال لي مريم، أنا فكرت كتير ومش هقدر تجوزك. الكلمة نزلت علي زي الطلقة. سألته ليه. قال لي بكل برود أن تيخانتي جوزك وهو مريض. اللي يخون مرة ممكن يخون تاني، وبصراحة أنا مش عايز أربي ولاد مش ولادي. ما كنتش مصدقة. قلت له إنه هو اللي وعدني، وهو اللي شجعني. قال لي أنا كانت بحبك وقتها، بس دلوقتي بعقل. القرار ده صح، وسبني واقفة. خرجت من عنده وأنا مكسورة. قعدت على الرصيف، بعيط زي العيال.
حسيت إني خسرت كل حاجة، جوزي، نفسي، كرامتي، وحتى الوهم اللي كانت عايشة فيه. بعدها بأيام بدأت أسمع كلام الناس في العمارة. جارتي أم خالد جت قالت لي إن في كلام بيتقال، وإن الناس شايفاني داخلة خارجة على شقة الدكتور وليد. سمعتي أتشوهت. بقيت أحس إن كل عين بتبص لي بتتهمني. سألت عن الدكتور وليد. البواب قال لي إنه سافر من أسبوعين، وناوي يسيب القاهرة ويروح الإسكندرية. صاحب العمارة أكد إنه هيؤجر الشقة. ساعتها حسيت إني استغلت واترميت. استخدمني، ولما خلص مشي. دلوقتي أنا قاعدة في البيت لوحدي بولاد صغيرين وذنب ثقيل فوق صدري. ولادي بيسألوا عن باباهم، وأنا مش عارفة أبص في عينهم. بخاف من ربنا وبخاف من نفسي. بحكي قصتي علشان أي ست تسمعني تعرف إن الحرام مش حل، وإن الراجل اللي يستغل ضعفك عمره ما يكون أمان. الكرامة والشرف أغلى من أي فلوس، والذنب بيفضل مع الإنسان العمر كله.